لما نقرأ في الأدب العربي وفي الشعر العربي الغزل القديم والحديث وحتى في الأدب الإنجليزي والفرنسي، وهم يتكلمون عن المرأة وجمال المرأة ويصفون المرأة، يصفونها دائما بأشياء كثيرة، ولكن أكثر شيء يتكلمون المرأة يشبهونها بالوردة الزاهرة، ويوصفون هذه الأوصاف الجميلة، والتشبيه بالورد كثير جدا حتى في الأغاني. يا وردي من يشتريك وغيرها من الأغاني القديمة الجديدة دائما يصفونها بالوردة. الشعراء يشوف في المرأة هذا الكائن مو بس جميل، أتكلم الآن عن المشاعر مو الشكل، المرأة بمشاعرها رقيقة. المرأة هي المرأة، كبيرة صغيرة، عمرها 5 سنوات 6 سنوات، عمرها شهر، عمرها 60 70 80، أيا كانت المرأة، هذا الكائن الرقيق الجميل يصفونه وهو نظير للوردة. ليش؟ الوردة تحتاج إلى عناية خاصة، إلى رعاية خاصة، إلى أجواء معينة عشان تعطيك نظارة، تعطيك جمال، تعطيك رونق، تعطيك قبطة. الإنسان اللي عنده اللي روحه جميلة دائما يحب الأماكن اللي فيها ورد، فيها أزهار، يشتري الورد يحطه في البلكونة، يحطه في البيت. حتى المرأة اللي عندها في البيت امرأة بهذه الرقة وهذا الجمال هذه الروح الحلوة الجميلة، ما لها علاقة في عمرها، بس تحتاج إلى رعاية عشان تعطيك نظارة. بعض الرجال مع الأسف يهمل المرأة، زوجة، أخت، أم، يهملها، وهذا الإهمال يقتل نظرتها. لما أتكلم بعالم الورد وأتكلم عن حتى المعنى اللغوي لقضية اليوم، ذبل الورد، المعنى مثلا نتكلم من فعل ذبل، يعني ذبل الورد يعني رطب أو جف أو ما شابه ذلك. لكن شوفوا التشبيه لما نتكلم الذبولي، إذا كان في قل اهتمام بالوردة من رعاية، من سقيا للماء، من الأجواء الحلوة، من المحيط، من الاهتمام فيها، تعطيك رونق، تعطيك جمال. كذلك المرأة تلقاها جميلة، ولكن الهموم لما تثقل عليها الهموم، مشاكل الأسرة، مشاكل البيت، الرجل اللي ما يهتم فيها، خصوصا الزوجة، هذا الرجل ما اهتم فيها، يهتم بس بجوانب معينة، ولكن على طول الخط هذه المرأة طبيعي ما تعطيك نظارة، ما تعطيك حب، ما تعطيك قبطة، ما تعطيك جمال، ما تعطيك. لازم الرجل يحتوي هذه الوردة، يحتوي هذه المرأة بكلمة حلوة، بطريقة اهتمام، بابتسامة حلوة، بنظرة حلوة حانية جميلة. ما هي نظرة رغبة بس، حتى النظرة الحانية الجميلة، نظرة المحبة، نظرة اني انا والله يعني ممتن، فيها امتنان لك، والله انت ممتنك في حياتي، سعيد لك في حياتي، سعيد انك تعطيني هذا الاهتمام، هذا الحب، حتى الطاقة الإيجابية والدافع يخليني انا ابدع في العمل، اركز في الشغل، يعني ما اشوف الدنيا غيرك. هذه النقاط مهمة. فلما الرجال دائما يقول ليش الرجال عينه زايغة؟ لأن الرجل ما يلتفت للوردة اللي عنده في البيت، ما يلتفت إلى هذه الإنسانة شلون ممكن يعني تظل معه طول العمر، تعطيه هذا الجمال وهذا الرونق. إذا ذبلت هذه الوردة طبيعي جدا تنتهي الحياة، طبيعي جدا يوم يعني حيكون عندك جفاف عاطفي، طبيعي جدا أن أنت تحول هذا البيت إلى مكان منفر. فالمشكلة والخلل عند الرجل نفسه. المرأة ما تكبر بالعمر أبدا، 60 70 ما تكبر المرأة هي المرأة فقط تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى كلمة، تحتاج إلى حب، تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى لمسة حلوة، تحتاج إلى طبطبة، تحتاج إلى هدية حتى وإن كانت رمزية، ولكن تعطي روحها يعني نشوة معينة تنتشي تعطي هذا البيت الجمال بترتيبها، في أمورها، في اللباس، في المكان، حتى في غرفة المعيشة أو في غرفة النوم أو في أي مكان. اهتموا بالنساء، اهتموا بالمرأة. المرأة لا تكبر، المرأة جمال، المرأة عطاء، المرأة حب، المرأة حنان، المرأة أم، المرأة صديقة، المرأة ابنة، المرأة عطاء لا ينضب.